موجودة في البطولة. وواحد من أهم مشاكل كرة القدم العراقية صراحة هو الإعلام. يعني قبل البطولة ومع بداية البطولة تلاقي ناس قاعدة تنبش في مشاكل الاتحاد العراقي وتبي تخلق مشكلة من عدم. يجيب تصريح اليونس، يجيب تصريح في الجانب الآخر، ويجي يتكلم عن هذا، ويجي يتكلم عن مشكلة التذاكر، ويجي يتكلم عن مشكلة المواصلات، ويجي يتكلم عن مشكلة الأكل، ويجي يتكلم عن مشكلة الطقس. خلق جو يعني يدور فيه مشاكل عشان يصفي شوية حسابات ما بينه وما بين ناس موجودين في الاتحاد. قاعد يدور أي شيء، أي سلة على هذا الاتحاد أو ذاك. لذلك واحدة من مشاكل كرة القدم العراقية بعيدا عن العمل اللي موجود، نتكلم عن إعلام يدور على مشكلة، إعلام يدور على شيء، يدور على مقاطع تنتشر في السوشيال ميديا بعيدا عن مصلحة البلد وبعيدا عن مصلحة المنتخب. ناس تدور على مصالح شخصية. بعدوا هذولا عن واقع الرياضة وكرة القدم في العراق. هذول مرض. خلي يبتعدون إذا ما أراد العراق أن يستعيد تلك المكانة التي كان عليها فعليا، وأن يعود العراق أمام مشاركتين قادمتين.